مطال دقائق بل ثواني بأحداث النهاية تهن دنيا الأماني. ففي دار البقاء نعيمها أو شقائي ووجداني يفيض بخوفي ورجائي. إلهي أنت حسبي يا رب العالمين، فثبتني إلهي على نور اليقين، وفي الجنات نلقى إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام. أيها الأفاضل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا جميعا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي. لا أقدمها من باب الترف الفكري ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، ولا أقدمها هروبا من الواقع، بل أقدمها تصحيحا للواقع الذي طغت فيه الماديات والشهوات، وانشغل فيه كثير من الناس عما هو آت، وانحرف فيه كثير من الخلق عن منهج رب الأرض والسماوات، وراح الإنسان يفعل بأخيه الإنسان ما تستحيي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. ذلك يوم نسي الإنسان أنه سيبعث بعد الموت ليقف بين يدي رب الأرض والسماوات، ليقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ليقال له: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الأفاضل، تعالوا معي بسرعة لأن الموضوع طويل. لا زلنا نقف مع البشرية كلها وهي تقف على بساط العدل في ساحة الحساب بين يدي الملك الوهاب. الشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل، والناس غرقى في عرقهم على قدر أعمالهم، وجهنم تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها جل وعلا، وكل نبي ورسول يقول: نفسي نفسي نفسي. وفي وسط هذا الهول ينادى على أمة الحبيب لتتقدم، فنحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون الأولون. تتقدم الأمة المرحومة، الأمة الميمونة، الأمة المباركة، الأمة المكرمة في الدنيا والآخرة، لترحم من هول القيام بين يدي الحق جل وعلا في هذا الموقف الرهيب. وتعرفنا على أول من يقضي الله جل وعلا بينهم يوم القيامة، ثم طرحت هذا السؤال في آخر الحلقة الماضية
يا ترى ما هو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؟ والجواب مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي هريرة، قال الحبيب: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. يا رب اجعلنا من أهل الفلاح والنجاح. وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي رواية الطبراني بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. حبيبي في الله، تقدر في زمن الشهوات والشبهات وزمن الأنانية البغيضة تقدر تتخلى عن هذه الصلة؟ الصلاة صلتك بمولاك، صلتك بربك جل في علاه، تقدر تتخلى عن هذه الصلة؟ في واحد فينا ملوش هموم، في واحد فينا ملوش أحزان. همومي وهمومك كتيرة، والأحزان كثيرة، والقلق، الاضطراب، ضيق الصدر، الاختناق، والدماء اللي عمالة تسفك، والأشلاء اللي بتمزق، والدموع اللي عمالة تنسكب على وجوه أطفالنا في ليلة العيد. فقد أباه، وهذه الطفلة فقدت أمها، وهذه المرأة فقدت زوجها. هذه الآلام وهذه الأحزان التي تمزق القلوب، والله العظيم والله ما في صلة لتذهب عنا هذه الآلام، لتبدد عنا هذه الأحزان، لتطهر عنا أدران الذنوب والمعاصي، إلا يلا بسرعة، إلا أن تتوضأ وأن تلجأ إلى الله جل وعلا في أي مكان شئت، وفي أي زمان شئت، وتحت أي سماء شئت، وفوق أي أرض شئت، واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وقل بك أستجير، ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك، ما غوى وعصاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك، رباه 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 قلب تائب ناجاك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يلا توضى، يلا اتوضى وتعالى اركع ركعتين، والله العظيم والله لو صدقت لذهب همك وزال غمك، وحول الله قلقك إلى أمن، وحزنك إلى سعادة، وفقرك إلى غنى. بس اصدق مع الله جل جلاله، تعال بصدق، والله العظيم سيطهرك الله من كل معصية ومن كل ذنب، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. صلة. طب اسمع، شوف الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه: قل أرأيتم، والحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ يعني ايه؟ مش فاهمين الكلام ده يا رسول الله. قدامك على باب البيت ترعة نهر، لا نهر، النبي قال نهر، يا نهر جميل جاري عذب حلو، كل يوم تنزل تغتسل فيه 5 مرات، ممكن يبقى على جسدك شيء من القذارة؟
أو النجاسة؟ مستحيل. قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الله الله الله، تعوز ايه تاني؟ تحترقون تحترقون، الحديث في سنده ضعف من باب الأمانة العلمية. تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون يعني بالمعاصي والذنوب، نظرة، كلمة، الإنسان يضعف، ما هو أنا عبد، أنا بشر، الرب رب والعبد عبد. تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. خليك مع ربنا، خليك مع الصلاة، اوعى تسيب الصلاة، اوعى تسيب الصلاة بعد رمضان، اوعى. يا رب رمضان هو رب شعبان، هو رب شوال، هو الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت. لا تكن رمضانيا أيها الحبيب، لا تكن كن ربانيا، كن ربانيا مع الله جل وعلا فوق أي أرض أنت وأي زمان كنت. الصلاة صلة، اوعى تسيب الحبل ده، اوعى تترك الصلة دي، هتضيع والله، هتضيع والله، هتضيع في الدنيا والآخرة. يا الله، أولا أدلكم، ده مين اللي هيدلنا؟ الحبيب، في حد غير الحبيب؟ والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ يا الله، على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. يعني إيه إسباغ الوضوء على أعضاء الوضوء؟ أو إسباغ الوضوء وأنت كاره لأن المية برد ولأن الجو برد، المعنيان واردان. إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. لا، خد الرواية دي كمان جميلة قوي، حلوة قوي، في الصحيحين من حديث أبي هريرة. شوف سيدنا النبي بيقول إيه: والمن تطهر في بيته، اتوضى يلا بسرعة في البيت، وتعهد ربك من الليلة دي كده على صلاة الفجر في جماعة. اوعى فجر أول يوم في شوال تسيبه، ما انت كنت امبارح في المسجد، اوعى. قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته، توضأ، ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، خلي بالك، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. طب يا عم الشيخ ده أنا رايح بعربية، كل لفة كاوتش يا سيدي ما تزعلش، ما هي دي خطوة برضه، ما هي دي خطوة. من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك خطيئة، والأخرى يرفعك الله بها درجة. ورواية البخاري سيدنا النبي يقول لك إيه: ولم يزل في مصلاه، ولم يزل في مصلاه تصلي الملائكة عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر. دعوة الملك ما تردش أبدا، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا يزال كذلك ما لم ينتقض وضوءه. طول ما انت جالس في المسجد ولا زلت على وضوءك وجالس في ذكر الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. طب خد كمان رواية عشان أعدي على بقية الموضوع، لأن الموضوع جميل قوي، وما بتحدث عن الصلاة يعني ما بعرفش أحش نفسي، لأن أصل الصلاة صلة، وكثير من أحبابنا وإخواننا مفرطين في هذه الصلة. ينفع ربنا يبقى مغرقك في النعيم اللي انت فيه ده وما تصليش؟ ينفع يا أختي؟ ينفع تبقى جالس تتفرج على الفيلم وعلى المباراة وعلى المسلسل وتسمع الأذان وتقول لا أنا خايف يجي جون، أو لما المسلسل ينتهي قم بسرعة بسرعة؟ ينفع نبني هذه العمارات الضخمة والجامعات الفخمة وما يبقاش في أول البوابة جامع كبير يلتقي فيه المدرسون بالطلاب؟ ينفع نبني هذه المصانع الضخمة الفخمة وما نعملش فيها مساجد عشان العمال يطلعوا مع رئيس مجلس الإدارة يصلون للملك الحق؟ ينفع نحط جداول الامتحانات ولا نراعي أوقات الصلوات؟ ينفع؟ والله ما ينفع، والله بخطبك أيها الحبيب، يا أستاذ الفاضل، أيها المسؤول، يا من الله عليك بهذه الأمانة، بأمانة التوجيه والتربية لعقول وقلوب أولادنا. والله العظيم بخطبك بقلبي، والله بقلبي،
لأني والله بحبك وخايف عليك، هتسأل بين يدي الملك جل وعلا. ازاي تحط جدول الامتحانات ولا تراعي أوقات الصلوات؟ ازاي؟ والله العظيم جريمة، أقسم بالله كبيرة. يا أخوانا الصلاة أول ركن من أركان الدين بعد التوحيد. خلاص أنت قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ترجم بقى، ترجم حقيقة هذا المعتقد الذي ردده لسانك. أول ترجمة الله أكبر الله أكبر، أكبر من الكلية والجامعة والوزارة والتجارة والزوجة والأولاد والأموال، أكبر من كل شيء. خلاص خلاص، أنفض كل ما في يدي وأذهب إلى الملك الحق لأطرح قلبي قبل جسدي. لو سجد القلب، يا الله، البدن بيسجد بس القلب فين؟ القلب فين يا أخوانا؟ اسمع العبارة دي واحفظها مني. القلوب جوالة. أقسم بالله ممكن جسدك يبقى ساجد والقلب ما هو معاه، خلي بالك، بدليل انك بتخلص الصلاة ما انتش عارف، ما اناش عارف انا قرأت الفاتحة وانا جالس ولا قرأت التشهد وانا واقف، ما اعرفش كام ركعة، فممكن القلب ما يبقاش معاك خالص. القلوب، احفظ الكلمتين دول حلوين قوي. ومن بركة العلم أن أنسب العلم لأهله، فهذا من نفيس كلام شيخي وحبيب ابن القيم رحمه الله. القلوب جوالة. اسمع دي عالية قوي. إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. قلبك فين؟ معلق بالعرش في السماء ولا أعزك الله لسه في دورة المية؟ الله يعزك ويرفع قدرك ويحيي قلبي وقلبك. انت فين أيها الحبيب؟ لا، خد كمان ترمومتر تاني معاك اهو الليلة دي. أول ما تروح السرير وتنام، معلش استنى لحظة واحدة، فتش عن القلب. انت نايم على السرير، يا عم الشيخ محمد قلبي معايا، لا والله، بس فتش عليه، دور عليه. قلبك هيبات فين؟ هيبات فين؟ في جسمي؟ لا، ممكن يبات في الجسم وممكن يبات في حتة تانية. خلي بالك، إذا آويت إلى فراشك فانظر أين يبيت قلبك، وإن استيقظت من نومك فانظر إلى أين يطير قلبك. أما تنام قلبك هيبيت فيه معلق بإيه؟ بالآخرة. خايف من الموت؟ خايف من المظلمة اللي انت ارتكبتها النهاردة؟ ولا ما انتش فاكر حاجة؟ ما انتش واخد بالك من حاجة؟ وأول ما تصحى منشغل بإيه؟ بالوضوء، أو صلي الفجر، يا خبر أبدا ما صليتش الليلة دي قيام الليل، ده الفجر هيأذن. ولا القضية مش قلبك هيبيت فين؟ وأول ما يصحى يطير على فين؟ فالصلاة صلة. ما فيش عاقل يتخلى الآن عن هذه الصلة في زمن الماديات والشهوات. ما أناش عاوز أطول في المسألة، بس خد كمان البشرة الجميلة دي من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الإمام الترمذي والنسائي وغيرهما بسند صحيح من حديث بريدة قال الحبيب: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الله، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. الله أكبر، بشراكم اليوم جنات. شايف النور؟ اللهم اجعلني وإياكم من أهل الأنوار، ولا تجعلنا يا رب برحمتك من أهل الظلمات. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انتظرونا، ليه؟ نقتبس من نوركم، ما تسيبوناش في الضلمة الحالكة دي، خلونا معاكم، نمشي معاكم في النور ده. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار: ألم نكن معكم؟ مش كنا معكم في المساجد والجماعات والجمعات؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، أي بأهل الدين وبأهل التوحيد وبأهل الإيمان، وارتبتم، أي تشككتم في كل ما بلغكم به العلماء عن الله وعن رسوله، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور.
الله، يبقى أول حاجة هتحاسب عليها الصلاة. يلا بسرعة عاهد ربك دلوقتي الآن إنك ما تضيعش الصلاة. طب يا عم الشيخ ده أنا ما صليتش بقالي كتير. الآن صلي، الآن صلي، وهبشرك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والتوبة تجب ما قبلها. بس تعالى أقبل على الملك بقلب محب وجل، وأنا أقسم لك بجلال ربي أن الله جل جلاله سيفرح بتوبتك وهو الغني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يا الآية بتهزنا قوي. أسرفوا على أنفسهم. قل يا عبادي الذين وحدوا، قل يا عبادي الذين صاموا، قل يا عبادي الذين أقاموا الليل، الذين أسرفوا على أنفسهم. يعني ينادي على المسرفين بالمعاصي والذنوب من أمثال ورب الكعبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ربنا ينسبنا ونحن أهل الذنوب والمعاصي ينسبنا عبادا إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مش أنت موحد؟ أيوة، بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب اتفقنا نعاهد الله على المحافظة على الصلاة. يلا اقفل الورشة وقوم صلي، اقفل البقالة وقوم صلي، اقفل مكتب الوزارة وقوم صلي. قوم صلي، ما تخافش. وأنا بخاطب كل مسؤول، الصلاة أقسم بالله ستزيد الإنتاج، مش هتقلل، هتزيد الإنتاج، هتضبط أخلاقنا ومشاعرنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا عم الشيخ ما معظم اللي بيصلوا حرامية. لا، طب خليه يصلي وسيبه يصلي، ستنهاه صلاته يوما. المرة دي صلى لسبب من الأسباب، وبعدها إن شاء الله هيصلي للملك الوهاب، وحينئذ سيتغير سلوكه، ضميره، كلامه، لسانه، نظره، كل شيء فيه سيتغير. بس لما يدوق حلاوة الأنس ولذة القرب من الله سبحانه وتعالى. ويا سلام على شيخنا ابن القيم بيقول ولا يذوق حلاوة الأنس بالله إلا من خرج من ضيق الجهل، يعني الجهل بالله والجهل بأسمائه والجهل بصفاته والجهل بعظمته والجهل بقدرته، إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، وإلا من خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. يا الله، تدوق بقى لذة القرب وحلاوة الأنس، وحتما ستنهاك صلاتك بإذن الله جل وعلا. تعالوا نعاهد ربنا. أيتها الأمة الحبيبة، أيتها الأمة القريبة، أيها الموحدون في كل بقاع الدنيا، أخاطبكم. تعالوا نعاهد ربنا على الصلاة، ما نضيعش الصلاة. أخاطبك أيتها الفاضلة المسلمة، اوعى تضيع الصلاة. طيب بسرعة تعالوا لنرى ما الذي سيسأل عنه العبد بعد الصلاة. قال الحبيب كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي والإمام الطبراني في معجميه الكبير والصغير والخطيب في التاريخ بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. إيه دول بعد الصلاة؟ أيوة، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الله، لا تاني كده بالراحة يا عم الشيخ، واحدة واحدة بالله عليك. الأولانية بتقول إيه؟ عن عمره فيما أفناه. خلي بالك، العمر هو رأس المال وهو البضاعة، ومن فقد رأس ماله وفقد بضاعته ولم يحقق ربحا فهو من الخاسرين. رأس مالك عمرك، بضاعتك عمرك. طب ضاع رأس المال، ضاع العمر، أعمل إيه؟ خسرت في الدنيا والآخرة.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أنت عايش كده وخلاص. الصبح على الوظيفة أضبط المنبه على الساعة 7، فين صلاة الفجر؟ مش مشكلة دلوقتي، مش مشكلة يا مولانا، ما تضايقش علينا مسائل. أضبط المنبه على 7 عشان الوظيفة، وبعدين أرجع من الوظيفة أجلس بقية الوقت على القهوة، وبعدين أرجع أنام وأصبح الصبح على الوظيفة، وهكذا وهكذا. الدنيا شغلاني، التجارة عم الشيخ واخداني، لو ما خدتش بال النهارده وحطيت عيني في وسط راسي هضيع لازم. طب وبعدين والنهاية إيه؟ إيه النهاية؟ أقسم بالله إن لم تفق لن تفيق إلا وأنت في عسكر الموتى. الأيام تجري، الأيام تمر، والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل، وبعدها سيقف الجميع بين يدي الملك الحق الجليل للسؤال عن الكثير والقليل والصغير والكبير، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما تقولش بقى ده يعني ما فيش وكفى بنا حاسبين، لا مكتب محاسبة ولا اطلاقا، الملك وكفى بنا حاسبين. كم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لي وأبداها، وكم من معصية قد كنت نسيتها ذكرني الله إياها. يا الله يا رب استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا يا رب، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا يا رب، اللهم اغفر ذنوبنا يا رب. يا رب برحمتك لا بأعمالنا، والله برحمتك لا بأعمالنا يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله. العمر خلي بالك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والحديث رواه البخاري من حديث ابن عباس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني ايه؟ مش فاهمين الحديث. يعني من وظف صحته ووقته في طاعة الله أو في عمل للدين أو للدنيا فهو المغبوط، هو ده السعيد في الدنيا والآخرة. ومن لم يوظف صحته ووقته في طاعة الله أو في عمل للدين أو للدنيا فهو المغبون الخسران في الدنيا والآخرة. وكان أحد السلف يقول كيف يفرح من يومه يهدم شهره، ومن شهره يهدم سنته، ومن سنته تهدم عمره، ومن عمره يهدم أجله، ومن يقوده أجله إلى موته. كان الفضيل بن عياض لقي رجلا بيقول له كم عمرك؟ فبقول له 60 سنة. قال 60 سنة. فقال الفضيل منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله أوشكت أن تصل. قربت توصل، قربت توصل والله. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت بتخوفنا يا فضيل ولا إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أخي الحبيب هل عرفت معناها؟ قال نعم عرفت أني لله عبد وأني إليه راجع. قال من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف بين يديه، ومن علم أنه موقوف بين يديه فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال يا فضيل وما الحيلة؟ قال الفضيل يسيرة. قال ما هي يرحمك الله؟ قال اتق الله فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مضى وما بقي من عمرك. وكان لقمان بيقول لولده، لقمان الحكيم بيقول له أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة وأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. لا لا والله تاني الكلام ده، والله كلام غالي قوي، والله كلام غالي وعالي. خلي بالك حضرتك لو أنت في القاهرة ومسافر المنصورة، خلاص ركبت على الطريق السريع ولسه في أول القاهرة، أنت أقرب إلى المنصورة من القاهرة لأنك متجه إلى المنصورة وعط ظهرك للقاهرة. فشوف لقمان بيقول له إيه؟ إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها.
إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. تاني، إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. خلي ده شعارك أيها الحبيب، فليكن تكن هذه الكلمات هي الشعار. إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. عن عمري فيما أفناء، ده موضوع عاوز حلقة لوحده، والسنة بسرعة عشان إن شاء الله لسنا حلقتين. عاوز أدخلكم آخر حلقة الجنة، يا رب اجعلنا وياكم من أهل الجنة. لسنا حلقتين إن شاء الله، بكرة وبعده بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل الجنة. فخلي بال حضرتك، عن عمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أبلاه. الجسم ده أمانة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هتسأل عن الفؤاد. فؤاد، أيوة، بتحب مين؟ تبغض مين؟ الولاء لمين؟ لله ورسول المؤمنين ولا؟ خلي بالك، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحبه فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعره. تحب مين؟ تكره مين؟ بتوالي مين؟ بتعادي مين؟ بتحب مين في الله وبتبغض مين في الله؟ ايه اللي بيحركك، الصدق ولا الهوى؟ القلب. القلب فيه مين؟ يا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لله، خلي بالك. طيب، كلام جميل. يبقى القلب. القلب والسمع. تسمع ايه؟ تسمع لمين؟ بتسمع لمين؟ خلي بالك، ما تسلمش أذنك كده لأي حد يقول لك عن الله ولا عن رسوله أبدا. أنت بتسمع لمين؟ تسمع عن مين؟ حدد منهج السمع والطاعة عشان ما تضيعش. ما تسلمش بصرك أو أذنك لرجل غر جاهل يأخذ بقلبك وسمعك بل وبحياتك كلها إلى خسران الدنيا والآخرة. ده الأمر دين، فانظر عمن تأخذ هذا الدين وهذه الأمانة. لا تسمع إلا من الربانيين، من علماء الأمة الصادقين الذين يقولون قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله. العلم قال الله قال رسوله بس، مش أنا أرى وأرأيت ورأيت. سيبك من المذهب الأرأيت ده، إنما خليك مع الله ومع الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتسعد ولتنجو في دنياك وأخراك. اسمع عن الله ورسوله. أي مخلوق يقول لك قولا يخالف قول الله ويخالف قول الصادق رسوله اضرب به عرض الحائط، ملوش قيمة، ملوش أي قيمة. لا يستمد القول قيمته إلا من موافقته لكلام ربنا وكلام الحبيب نبينا. فلان الفلاني ماليش دخل يا عمي، أسأل الله أن يرفع قدر الجميع. أنا ماليش دخل بحد. أنت تقول لي قال الله قال الرسول، قال أبو بكر عمر عثمان علي ابن مسعود أبي بن كعب مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة. العلماء تسمع. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان. جسمك ده أفنته في إفطاعة ولا في معصية، في شهوات وفي ملذات، في أمور دنيا دنيا دنيا. ما الدنيا مش هتنتهي. ما تشتغل للدنيا، ما بقولش ما نشتغلش للدنيا، ما نشتغل للدنيا بس ما ننساش الآخرة. طب خد البشرة دي عشان برضو ما تخافش. ومتصور انت لو قفلت البقالة ورحت تصلي ويقول لك لا يا عم اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. رواه مفجوع ابن مفجوع، والله ما هو من كلام النبي أبدا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. لا، شوف النبي يقول لك ايه. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح من حديث أنس: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الله. ومن كانت الدنيا همه خلي بالك جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له.
برضه ما انتش محصل إلا للملك مقدره لك. هتلف شمال من القاهرة لطنطا الإسكندرية الإمارات للسعودية، ما فيش فايدة. اللي ربك مقدره هو اللي هتحصله فقط. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يا حاتم، قيل لحاتم الأصم: بما حققت التوكل؟ قال: ب4 أشياء: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله عز وجل. وعن علمه، ماذا عمل به؟ العلم. يا رب ارزقنا الإخلاص يا الله. وأنا قلت في الحلقة الماضية: عالم أو يعني تسعر به النار، تسعر به النار لأنه مش أمين، ليس أمينا. طب خذ الرواية ديت. يا الله، سيدنا النبي يقول كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وابن حبان وغيرهم بسند صحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. يا الله، تصور أن النبي كان بيستعيذ بالله من علم لا ينفع. النبي محمد والله. والحديث في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. وعن ماله، بسرعة معلش، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال موجود نعمة، يا سلام، ما أشرفها وما أكرمها من نعمة إن كانت في أيدي الصالحين والشرفاء. وأنا مش عارف الناس بتزعل لما يشوفوا رجل من أهل الدين وأهل العلم ربنا موسع عليه. الله، هو لازم يعني الراجل العالم أو رجل الدين يبقى لابس جلابية مقطعة ويكون مريل ويكون ريحته تقرف؟ ليه كده يا أخوان؟ ليه؟ ده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أجمل الخلق وكان أغنى الخلق. جاءه رجل فسأله الصدقة فأعطاه غنما بين جبلين. أو في وقت تاني ربط الحجر على بطن من شدة الجوع عشان يعلمنا، إنما كان أغنى الخلق، كان أغنى الخلق صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وربنا قال له كده: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك أيوة، هي دي، عائلا يعني فقيرا فأغنى. أغنى قلبك وأغنى سمعك وأغنى بصرك وأغنى حياتك وأغناك بالمال وأغناك بالمكانة ورفع ذكرك وأعلى، أغناك بكل ما تحمله الكلمة من معنى. طيب، المال ما أكرمه إن وجد في أيدي الصالحين والشرفاء ليحركوه في مراضي رب الأرض والسماء. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، بيقول للصحابة: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال ورثته ما أخر. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، أموال والأرصدة والعمارات والعقارات، بالراحة شوي، مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلته فأفنيت، أو لبسته فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. اوعى تنسى دي، أو تصدقت فأبقيت، هو ده المدخر لك. النبي بيقول للسيدة عائشة: ايه اللي باقي من الشاه؟ والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح. قالت: ما بقي إلا كتفها. قال: بل بقيت كلها غير كتفها. اللي تصدقت به هو اللي باقي، إنما اللي موجود ده خلاص. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طب بسرعة كده، المال ظل زائل وعارية مسترجعة، فما تجمعش من الحرام، والله ما هينفعك، والله ما هينفعك. يا عم الشيخ ما فلان ده ربنا موسع عليه والمسائل ماشيه معاه مبحبحه، اخر مبسوط، اخر انبساط، واحنا عارفين المال جاي منين. خلي بالك، اوعى تغتر. رب العزة سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، ودي مش علامة رضا. ما انا قلت لك انت نسيت قارون، نسيت قارون، يعني أموال عجز العصبة من أولي القوة عن حمل مفاتيح الخزائن فقط، الخزائن القارونية ما يدروش، ومع ذلك فخسفنا بها بداره الأرض. ما تغترش. أفحسبتم
أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، مش هتسألوا عن كل هذا الذي تجمعونه وتنفقونه في آن، لا هتسأل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب، مفتوحة عليه، إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب والعبد مقيم على معصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. استدراج. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ لا، ما تفتكرش كده، مش كده أبدا. فأما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس كل من وسع الله عليه فهذا دليل إكرام الله له، وليس كل من ضيق الله عليه فهذا دليل إهانة الله له إطلاقا. خلي بالك من المال، دع الحرص على الدنيا، وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. طيب بعد ذلك اسمع بسرعة كده: إذا فرغ الله جل وعلا، وكلمة فرغ كلمة نبوية صحيحة كما في الصحيحين: حتى إذا فرغ من خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش. عشان حد يقول ده كلمة دي لا تليق بذات الله، لا، فضل الله من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أقول حتى إذا فرغ الله جل وعلا من الحساب بين الخلق من الحقوق التي له تبارك وتعالى، أمر الله جل وعلا لدواوين المظالم أن تنصب للقصاص وآداء الحقوق. سلم سلم يا رب، يا الله. أيها المظلوم صبرا لا تهن، إن عين الله يقظى لا تنام، نم قرير العين واهنأ خاطرا، فعدل الله قادم بين الأنام. أيها الظالم أخاطبك بقلبي والله، لا تغتر بقوتك، لا تغتر بمالك، لا تغتر بجاهك، لا تغتر بمنصبك، لا تغتر بكرسيك، لا تغتر بسلطانك، لا تغتر بصحتك. يا الله، ده في ساعة ستقف فيها بين يدي الحق تبارك وتعالى، لا يظنن أحد أنه سيدخل الجنة ولو كان من أهل الإيمان وفي عنقه مظلمة لأخ مسلم. مستحيل، مستحيل. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. حبيبي في الله، أقسم بالله سيقتص الله جل وعلا للدواب والوحوش يوم القيامة. اسمع النبي بيقول إيه كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. مش ممكن والله، شيء يخلع القلب. شاه ملاش قرون، شاه تانية بقرون نطحت. تعالي، مش ممكن. يوم القيامة على رؤوس الخلائق والأشهاد يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي ذر: مر النبي مع أبي ذر على شاتين تنتطحان، فالنبي بيقول لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. فقال المصطفى: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. مش ممكن. الوحوش. روى ابن جرير الطبري بسند صحيح من حديث ابن عمر، قال ابن عمر: إذا كان يوم القيامة حشرت الوحوش والبهائم والدواب، ثم يقتص الله عز وجل للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها، ثم يقول الله: كونوا ترابا. عندئذ يتمنى الكافر أن لو كان. أكملها. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. تصور ده مع البهائم والدواب والوحوش في قصاص، فما ظنك بالمكلفين؟ هذه الوحوش والدواب ليست مكلفة. ما ظنك بالمكلفين من خلق الله وعباد الله؟ لا بد من القصاص ولا بد من أن تنصب موازين العدل.
أما والله إن الظلم شؤم ولا زال المسيء هو الظلوم، ستعلم يا ظلوم غدا إذا التقينا عند المليك من الملوم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. النبي لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي غير رواية الصحيحين يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يا الله. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ليملي للظالم. خلي بالك من دي. يقول لك لا ده فلان ما شاء الله صحة وما شاء الله مركز ومنصب ومكانة لا، خلي بالك إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للمهاجرين اللي راجعين من الحبشة ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ خرج لنا الحديث يا مولانا. حاضر. حديث رواه الإمام ابن ماجه ورواه البيهقي ورواه أبو يعلى الموصلي وغيرهم بسند حسن بشواهده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حين عادوا عام الفتح من الحبشة قال ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قالوا بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم، امرأة عجوز تحمل قلة ماء على رأسها، فمرت بفتى فوضع الفتى كفه بين كتفيها من ظهرها ودفعها على الأرض فانكفأت على وجهها وانكسرت جرتها، فجلست ونظرت إليه وقالت اسمع قالت إيه؟ قالت سوف تعلم يا غدر، يعني يا غادر يا ظالم، سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي يوم القيامة وشهدت الأرجل والأيدي بما كانوا يعملون سوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. النبي قال صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها؟ أقسم بالله أمة الظلم ولو كانت مسلمة إلى زوال، وأمة العدل ولو كانت كافرة إلى بقاء. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا عم الشيخ؟ ده كلام خطير. بقول لحضرتك تاني إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. أقولها كمان مرة، محتاجينها، الأمة محتاجاها. إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. الظلم ظلمات يوم القيامة. وخلي بالك هناك بقى ما فيش درهم ولا دينار ولا جنيه ولا ريال ولا دولار، لا ده حسنات وسيئات. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون درهم ولا دينار، وإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات. يؤخذ من حسناته لأخيه فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه ثم طرح في النار. في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي خلي بالك وقد قذف هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا رب سلم. أنا عاوز حضرتك تعيش معي المشهد ده بالله عليك، عيش معايا كده والظالم واقف في أرض المحشر على بساط العدل في ساحة الحساب بين يدي الملك الوهاب،
وكل من ظلمهم في الدنيا يحيطون به. والله ما يعرفهم، نسى ظلم مين ولا مين ولا مين، وقتل مين ولا مين ولا مين، كله بيحيط به من كل جانب. ده يقول لرب العزة شتمني، وهذا يقول ضربني، وهذا يقول قتلني، وهذا يقول كان قادرا على أن ينصرني وأن يرفع عني الظلم فما جبرني. يا الله يا الله، الحقوق كله عاوز الحق. طيب يأخذ من سيئات هذا الظالم، من حسنات هذا الظالم إلى صحائف المظلومين، ما فيش درهم ولا دينار، ما فيش درهم ولا دينار. طب خلصت الحسنات، يا الله الصحيفة بقت بيضة من الحسنات، ما فيش. كل الحسنات اللي انت عملتها في الدنيا ضاعت. بتشتم أخوك ليه؟ بتضربه ليه؟ بتستغل منصبك في إيذاء خلق الله ليه؟ انت نسيت اللحظة اللي ستقف فيها بين يدي الله جل وعلا ليه؟ والله العظيم ستؤدي الحق كاملا غير منقوص. ما فيش حسنات. طب لسه دول بيطلبوا الحقوق. يؤخذ من سيئات هؤلاء لتنقل إلى صحيفتك. يا الله، سيئات ما عملتهاش، أيوة هذه سيئات من ظلمتهم في الدنيا، فترفع رأسك وتمد عنق الرجاء إلى رب الأرض والسماء أن يخلصك من هؤلاء، فيقرع سمعك ويخلع قلبك نداء الحق جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين، يعني مسرعين مقنعي رؤوسهم، رافعين الرؤوس نحو الداعي لا تطرف أبصارهم، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء. الأفئدة قفزت من الصدور بلغت الحناجر. وانذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أيها الحبيب في فلسطين، أيها الحبيب في العراق، أيها الحبيب في لبنان، في أفغانستان، في الشيشان، يا من ظلمت، يا من سفكت دماؤك، يا من مزقت أشلاؤك، لا تحزن، اصبر. أين الظالمون؟ أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان. الكل يفنى فلا إنس ولا جان. اصبر، لا تحزن ولا تيأس. وأختم الحلقة بسؤال خطير: يا ترى ما هو أول شيء يقضي الله عز وجل فيه بين العباد؟ والجواب: الدماء. يا الله، الدماء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضي الله فيه يوم القيامة في الدماء. طب ده ما فيش تعارض بينه وبين اللي انت قلته أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة؟ لا، الصلاة حق الله والدماء حق العباد. وقد جمعت رواية النسائي بين الأمرين، فقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره
إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وهذا الحكم يعني لا أقوله لأبين أن حرمة الدماء مقدسة لدماء المسلمين فقط، بل حرمة الدماء بصفة عامة. الذي قدس هذه الدماء وحرمها رسول رب الأرض والسماء. ففي الحديث الذي رواه البخاري في التاريخ والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. رسالة أوجهها من قلب مصر الآن في هذه الليلة المباركة لإخواننا في فلسطين ولإخواننا في العراق: كفوا عن الدماء، كفوا عن الدماء المسلمة المحرمة. خاطبك أيها المسلم على أرض فلسطين: إياك أن تسفك دم أخيك المسلم. وأنت أيها الحبيب في أرض العراق: إياك أن تسفك دم أخيك المسلم ورطة لا مخرج لك منها لا في الدنيا ولا في الآخرة. فدماء المسلمين حرام. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الأفاضل، هل يا ترى انتهت مشاهد القيامة؟ لا لا، بعد الحساب لا زال هنالك شيء. نعم، بعد الحساب تنصب الموازين، فالحساب لتقرير الأعمال والموازين لبيان مقدارها ليكون الجزاء بحسبها. وهذا ما نتعرف عليه غدا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. سترني الله وإياكم في الدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.